السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم مع فيديو جديد وروتين جديد. نبداوه كيف العاده بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شريتها باش غندير فيها الزيت ونبقى نشقق بها شعري، حيت ضروري خاصني نبقى ندير الزيت لشعري قبل ما ندوش. هاد الزيت اللي عندي هنايا هي زيت نواه التمر. داك العظم ديال التمر كنت كنجمعو وحمرته في الاير فراير مزيان، من بعد طحنته وزدت عليه الزيت وشويه ديال القرنفل. نشوفوا هاد القرعه واش عمليه ولا لا. ديجا كنت شريت وحده ولكن كانت كتسيل لي مع الجناب. دابا هادي عاد اول مره نجربها نشوف واش عمليه ولا ماشي عمليه. اصلا الزيت هادشي اللي بقاليش بزاف، حتى نزيد نطحن شويه ديال التمر، ماشي التمر، العظم ديال التمر صافي. عندها هاد السنينات هادو فيهم واحد التقيبات، يعني ملي كديريها هكا كتخرج الزيت. نشوف واش كتخرج ولا لا. كتخرج صافي مزيان. صافي غنشق بها شعري كامل ونخليها واحد الساعه هكا، ساعه الا ربع. الزيت ما خصوش يبقى في الشعر بزاف اكثر من ساعه، سينو الفروه ديال الراس كتيدم وكيولي الشعر كيطيح بزاف، وهادشي اللي مبغيناش حنايا. هي ضروري بنادم يدير شي زيت قبل الحمام. ما يمكنش تمشي ديري زعما توشي نيشان ديري الشامبوان، خاص ضروري شي ماسك، سوا زيت سوا انا كنوع. مره زيت عندي هذا ديال العظم ديال التمر، عندي زيت ديال الفلفله والثومه والصانوج، هادو تما كنشق بهم شعري. عندي زيت ديال حريقه حتى هي سمعت انها زوينه. كل مره كندير زيت في شكل، مره كندير ماسك. من بعد ما شققت شعري ساليت غنخليه كما قلت لكم واحد الساعه عاد ندوش، وغادي ندوز باش نغسل هاد لافابو عامر زيت. صافي خليكم معايا.
هذا مطهر مزيان للجراثيم الميكروبات. كنمسح به بزاف الحمام، وغنمسح به هاد المرايه وهاد اللعيبه هادي، وغنمسح به حتى الطواليط اعزكم الله. واخا صيغت كلشي ومسحت كلشي بجرغيل وغسلت كلشي بجرغيل، ولكن ضروري هاد اللمسه الاخيره باش كنحسوا ان كلشي تنقى مزيان. هانتوما الحمام بعد ما ساليتو وتنقى ولا كيشعل الصراحه. غسلت هاد المرايه عطيتها غير على حساب باش ما نبانش، صافي كلشي نقي. غسلت حتى هاد غسلت زعما حتى الحيوطه، حتى ما بغيتش نبين لكم كلشي في الفيديو كيف كنقول لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي هادشي اللي كاين. وجففت حتى الارض، واخا راني غادي ندوش ولكن ماشي مشكل. المهم بعدا ندوش وانا حاسه بريحه النقا كاينه وريحه الشافيل، يا سلام. هادشي اللي كاين، وندوزو نكملو الروتين مع بعضياتنا. ايوا هنايا لاله دزت باش غادي نصايب شويه ديال السردين كويرات بلاصوص. شحال هادي ما صايبتو، واخا هو السردين كيدير لي شويه الحرقه، ولكن فيه كيبقاو فيه بزاف ديال المنافع، فيه الاوميغا 3 بزاف. وكنحاول ناكل شي زعما شي ماكله اللي تعاونني على فقر الدم، ولقيت انني خاصني ناكل السردين. ودابا صافي غنصايب. لقيتوني ديجا نقيتو مزيان، حيدت ليه ديك القشيره، نقيتو شويه، حيدت ليه الشوك ديالو، وغندوز دابا باش غادي نطحنو. ها هي من بعد ما طحنتها شوفوا كي ولات مطحونه مزيان. ديك الهاشوار صراحه كتنفع. ودابا غادي ندوز باش نقومها. ندير هنايا شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال المليحه. ما عنديش العنصر الاساسي اللي كيبنن هاد الماكله هو قزبر ومعدنوس، ما لقيتهمش. ما عندي ما ندير، غنكمل بلا بهم. وغنزيد دابا شويه ديال الثومه. تفكرت نزيد شويه ديال الحار يعطي شويه ديال البنه. هنايا دزت باش نصايب لاصوص. خديت ديك لاصوص اللي كنت ديجا صايبت معكم، وكنت قلت لكم باللي متعدده الاستعمالات، يمكن لكم تستعملوها في البيتزا، في الطويجن، في مطيشه هكا مع البيض، اللي عجبكم. كتبقى عمليه بزاف. دونك غنديرها، نزيد عليها شويه ديال الماء باش تذوب. ونخليها. غندوز هنا باش ندير واحد 2 فليفلات يتشوا في الاير فراير باش نزيدهم على ديك الطاجين باش نزين بهم وصافي. غادي غير ندهنهم بشويه ديال الزيت صافي. بالنسبه للطاجين ها هو هنايا.
ديجا عندي مقومه هاد لاصوص طوماط. غندوق الا لقيت ناقصها شي حاجه غنزيد شويه ديال الكمون لان هي ما فيهاش الكمون. فيها لاصوص طوماط، فيها زعما معجون الطماطم، فيها تحميره، فيها الابزار، سكينجبير، فيها كلشي. غنزيد ضروري غنزيد شويه ديال الزيت حتى هو. نزيد شويه الثومه حيت كيف عارفين السردين كيبغي الثومه بزاف. صافي نزيد شويه ديال واحد المطيشه ديال الحك جاتني ناقصه. شويه ديال الزيت البلديه. هانتوما الطاجين ديالي من بعد ما طاب وزينته بشويه ديال الحامض مصير، ديك فليفله اللي شويت حتى هي. يا سلام، خساره ناقصه غير شي رشيشه ديال القزبره معدنوس، ماشي مشكل. ايوا نمشي نتغدى. الحمد لله على كل حال، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال.